السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت نشارك معكم جديد حلوى معلكة ب3 مكونات فقط، سهلة ولذيذة اقتصادية صحية بدون سكر أو فرن، وكتحضر في وقت سريع. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي ناخدو 200 غرام من الكاوكاو اللي يكون محمر من قبل، حيدتلو القشور، ولكم الاختيار يمكن لكم تضيفوه بالقشره او يمكن لكم توضعوا اللي ما متوفرش على القشور. نطحنو جيدا ونخليه مهرمش كما كتشاهدوا، ومن بعد غنتقل. خديت هنايا التمر، عندي هنايا 300 غرام من التمر يكون رطب. الا كان عندكم التمر شويه قاسح غادي تضيفوا له الماء سخون وتخليوه حتى كيرطب. من بعد غادي نقيه، نحيد له العلفه ونضيفوه فوق الكاوكاو. نطحنو كذلك جيدا حتى نحصلوا على هاد العجينه معلكه. نوضعوه في صحن، ومن بعد غندمج الباقي باليد ديالي كما كتشاهدوا. من بعد غنقسمو 3 ديال الاجزاء، وغنوضع بهذه الطريقه حرابل على هذا الشكل. نحاول انني ندمج العجينه واخا تكون قاصحه كتعجن وترطب. كذلك خديت هنايا القليل من السمسم او الجلجلان، وغادي نفندو فيه هذوك الحرابل ديال الكاوكاو والتمر كما كتشاهدوا، ونوضعهم جانبا. طريقه سهله لتحضير هذه الحلوى، صحيه وكذلك كتجي لذيذه بزاف. من بعد ننتقلوا، غنوضع في الوسط اي اداه متوفره عندكم على هذا الشكل. غادي توضعوا حفره في الوسط. من بعد غادي ندوب 100 غرام من الشوكولاته، تكون ما فيهاش السكر، غير متوفره على السكر، ولكم الاختيار. ونوضعها ندوبها في حمام مريم، ونوضعها بهذا الشكل. نوضعها في جيب حلواني او كيس او بلاستيك غذائي، ونوضع بهذا الشكل. نعمر هذاك الوسط. من بعد غنتقل ايضا نذوب القليل من الشوكولاته السوداء، وغنعمل خطوط بهذا الشكل للتزيين. وكنوضع الشكل رخامي كما كتشاهدوا معايا. نخليها حتى كتبرد ونقطعها معكم. كتكون هذه هي الحلوى ديالنا، حلوى سهله لذيذه سريعه التحضير. نتمنى انكم تحضروها، وانا اكيده غادي تنال الاعجاب ديالكم. غادي نقطعها معكم بالسمك اللي بغيتو، غادي تقطعوها. قطعتها بهذا الشكل وهذا السمك. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وصفه لذيذه سهله صحيه. الى فيديو قادم ان شاء الله، ووصفه قادمه. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. مرحبا بتعليقكم او اي تساؤلات، والى فيديو قادم ان شاء الله، وصفه قادمه. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ومرحبا بكم.